ساعات بشتاق ليوم عشت وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير. وانت راجع من السفر، غربة سواء كانت لمدة طويلة او مدة قصيرة، اول ما العربية تبدأ تقرب من المكان اللي انت اتربيت فيه، بتلاقي نفسك كده عاوز تاخد نفس عميق. تلاقي نفسك ابتسمت ابتسامة هادية كده وخفيفة، لا هي حزن ولا هي فرحة. وثانية شريط الذكريات ينزل قدام عينك. الإحساس ده ليه اسم: نوستالجيا. القرن 17، سويسرا. مجموعة من الجنود السويسريين المرتزقة بيسيبوا بلدهم، قراهم الجبلية، ويروحوا يحاربوا الحروب اللي كانت مولعة أوروبا ساعتها، كاثوليك وبروتستانت، وحرب ال30 عام اللي بالمناسبة ممكن نبقى نعمل عنها فيديو بعد كده. بس خلينا نكمل. فجأة الجنود السويسرية دي بيبدأ صحتهم تنهار، رغم ان محدش اتصاب ولا حد خد طلقة. فجأة كده في جنود تبطل تاكل، جنود بتهلوس، العيون سرحانة على طول، وبيوصل الحال بيهم اوقات للانتحار. والحالة دي فضلت مش مفهومة بالنسبة للأطباء لحد ما في يوم في جامعة بازل 1688 بيقف الطبيب السويسري يوهانس هوفر ويطرح مصطلح جديد اسمه نوستالجيا. الكلمة اللي أصلها يوناني، والمقطع الأولاني منها نوستس يعني العودة إلى الوطن، وألجس يعني الألم، واللي على بعضها معناها ألم العودة إلى الوطن أو ألم الحنين إلى الوطن. نوستالجيا هي الكلمة اللي وصف بيها الطبيب السويسري يوهانس هوفر حالة الجنود اللي بتروح بتبعد وتحارب بعيد عن وطنها، أو الناس عموما اللي بتشتغل في أماكن بعيدة عن منشأها الأصلي. مرورا بالقرن ال 18 اللي هتتصنف فيه النوستالجيا على انها مرض خطير لحد يومنا ده، اللي خلاص الطب الحديث ما عادش بيصنفها مرض، فاصبحت نوستالجيا دي مصطلح متداول وبنسمعه وكل الناس بتقوله وبيمثل لهم الذكريات. عموما بقى مصطلح عادي بيرجعك لذكريات عشتها زمان، مع ألم خفيف كده انك مش تقدر ترجع للزمن ده تاني. ولو جيت تفكر، هل انت فعلا لما بتشتاق لمكان معين، هل السبب الحقيقي انك فعلا عاوز تكون في المكان والزمان ده، ولا انت وحشك احساس معين مرتبط بوجودك في المكان نفسه؟ وزي ما سوزان كين قالت في كتابها بيتر سويت، سوزان كين قالت سوزان كين قاعدة في حارتكم. مين سوزان كين؟ سؤال الحلقة: مين سوزان كين؟ أخت هاري كين، واحدة قاعدة في حارتنا، كاتبة ومحامية. وزي ما الكاتبة سوزان كين قالت في كتابها بيتر سويت، الحلو والمر، نحن لا نشتاق للأماكن بل للحالة الشعورية التي كنا عليها حين كنا هناك. يعني من الآخر كده، أنت ما وحشكش لعب الكورة وأنت صغير، ولا إنك تشوف كرتون، ولا إنك تلعب بألعابك اللي كانت عندك وأنت صغير. أنت وحشك الإحساس، وحشك إحساس الأمان، ووحشك إحساس مرور الوقت وأنت مش مطالب بأي مسؤوليات. ممكن برضو تطبق نفس الكلام ده على حبنا للفصول. مثلا لما حد يقول بيحب الشتاء، رغم ان الشتاء فصل كئيب والشوارع فاضيه وساقعه، الا اننا برضو بنقول بنحب الشتاء، لان الشتاء ارتبط في ذاكرتنا واحنا صغيرين ان الوقت فيه بيعدي ببطء. الحاجه اللي انت مش لاقيها دلوقتي وحاسس ان الوقت بيطير، ارتبط بدفى، ببطانيه، بحاجه سخنه، فيلم، لما احساس امان انت بتدور عليه في الحاضر بتاعك دلوقتي. لو انت لسه مكمل النقطه دي، انزل اعمل سبسكرايب بسرعه عشان عاوزين نوصل ل 1000 مشترك. حقيقه ان ما دام اتكلمنا عن النوستالجيا فلازم نتكلم عن حته مهمه جدا، وهي استخدام النوستالجيا كأداة تسويقية وأداة تجارية. إن هما دايما بيحاولوا يلعبوا على مشاعرك برضو بتاعت زمان دي. مثلا لعبة كنت بتلعبها زمان ووقفت 20 سنة، تلاقيه فجأة قال لك هننزل جزء جديد للعبة دي. انت مش مستني تدخل تلعب اللعبة دي عشان انت عاوز تلعب اللعبة، انت عاوز تحس نفس الإحساس اللي انت حسيته زمان وانت بتلعب اللعبة دي. اجيب مسلسل ما عادش بيتعرض مثلا من 20 سنة واقول يلا احنا هنعمل جزء جديد، زي ما عملوا في الكبير اللي كان بدأ 2010 وخلص تقريبا 2014 2015. بعد كده لقيناه تاني 2022 بعد 7 سنين. الناس رجعت تتفرج على الكبير هنا مش علشان الناس محتاجة تشوف الكبير، لا، الناس عاوزة تحس نفس الإحساس اللي حسيته مع الكبير قبل كده. مثلا شركة المرعبين المحدودة، لو قلت لك يلا نعمل نسخة جديدة لشركة المرعبين المحدودة زي ما اتعمل بالفعل، وقلت لك لا، اللي هيدبلكها مش محمد هنيدي، انت مش هتبقى حاسس ان انت عاوز تسمع. يعني من الاخر الشركات بتشوف الذكريات بتاعت كل جيل وتبدا تعمل لها ريسايكل وبيع يا باشا. حتى نوستالجيا بوظوها وسابوهاش في حالها. وهنا لازم اختم بكلام صديقي العزيز المخرج فيدريكو فيليني لما قال ان النوستالجيا لم تعد كما كانت في السابق. وهنا كان بيوصف حالتنا بالحنين للحنين نفسه، اكن النوستالجيا واكن الذكريات والحنين اللي احنا بنعيشه دلوقتي هو كمان بقى مضروب. كده نكون عرفنا حدوته النوستالجيا. نهاية، سواء الماضي كان جميل او سيء، خلينا نتعلم منه وبلاش نغرق فيه ونسيبه يسيطر على افكارنا، ونحاول نركز في الحاضر، نحاول نعمل الحاضر كويس عشان لما يبقى ماضي نيجي نفكر فيه ويبقى نوستالجيا نكون مبسوطين.
الشعار بتاعنا بقى. انا عبد الله وهيدي، بقدم محتوى على اليوتيوب، بحاول اتعلم حاجه جديده اشاركها معاكم، وبدور على السلام النفسي وعلى شغفي. لو عجبك الفيديو ده انزل اعمل سبسكرايب، لايك الجميل، كومنت الجميل، شيرك الجميل، وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. ممكن تبص بس على الفيديوهات اللي فاتت تابعني عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، وبس كده. سلامات. انا لحد دلوقتي انا بقالي فيديوهين كده، انا بقالي فيديوهات مش لاقي اسم البرنامج، فيا ريت تقترحوا عليا اسماء للبرنامج دوت. انا عاوز اسميه مسا يمضي. مثلا دي مسا يمضي. همضي انا